ازيكم يا شباب، معاكم محمد. والنهارده هنتكلم عن حاجة خطيرة جدا في عالم السايبر سيكيورتي، تروجان هورس أو الحصان طروادة. هو إيه؟ بيشتغل إزاي؟ وإزاي ممكن حد يخدعك بيه؟ تابع معايا للآخر عشان هنشرح كمان خطوة بخطوة إزاي بيتم الهجوم ده عمليا. بص يا سيدي، فاكر قصة حصان طروادة اللي الإغريق استخبوا جواه عشان يدخلوا مدينة طروادة؟ نفس الفكرة بس في الكمبيوتر. تروجان هو نوع من البرامج الضارة، بيظهر لك كأنه برنامج عادي أو مفيد، زي مثلا لعبة، أداة تفعيل، برنامج مجاني. بس أول ما تشغله يبدأ ينفذ أوامر ضارة على جهازك. ممكن يسرق بياناتك، يفتح الكاميرا، يسحب الباسوردات، أو يخلي جهازك زومبي في شبكة بوت نت. دلوقتي يا صاحبي تعالى نوريك مثال عملي للتعليم فقط، طبعا مش علشان تعمل كده. اول حاجه الهاكر ممكن يستخدم اداه زي الام اس اف فينوم من كان لينكس علشان يولد التوريان، وبيكون الكود زي ما انت شايف قدامك كده. ال هوست ده الاي بي بتاع الهاكر، والال بورت البورت اللي هيستقبل عليه الاتصال. بعد كده الهاكر يبعت لك التوريان ده في شكل ملف مغري، لعبه مكركه، برنامج مفيد، حاجه مغريه زي تحميل فوتوشوب مفعل مثلا. انت بتكون الضحيه وبتفتح الملف وانت مش واخد بالك. على جهاز الهاكر بيشغل الميت سبلويت كونسول ويفتح الستينر، وبيكون الكود زي ما انت برضه شايف كده قدامك على الشاشة. أول ما الضحية يشغل الملف بوم، بيحصل اتصال رجعي ريفيرس شيل، ويوصل الهاكر بالجهاز. يقدر يكتب أوامر، يسحب ملفات، يشوف الشاشة، أو حتى يشغل الكاميرا. الموضوع خطير جدا، وعشان كده لازم نخلي بالنا ما تحملش أي ملفات من مصادر مش موثوقة. فعل الويندوز ديفندر أو أي برنامج أنتي فيروس. ما تفتحش ملفات EXE جاية من الإيميل أو واتساب. دايما شوف امتداد الملف قبل ما تشغله. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. الهدف هنا توعوي بحت، مش تشجيع على أي حاجة مخالفة. لو عجبتك الحلقة دوس لايك وسبسكرايب وفعل الجرس علشان توصلك الحلقات الجاية. سلام.